الله يمسيكم بالخير. والقولون، وش هو القولون باختصار؟ القولون ان الشخص يشعر بآلام، انتفاخات في المعدة، والله يكرمكم تتحسن مع التبرز، او يجيه الله يكرمكم اسهال، او يجيه الله يكرمكم امساك، اوكي، او يجيه غازات. في اعراض اخرى، الله يكرمك البراز يكون مخاطي، يكون في الام اسفل الظهر، يكون في تكرار تبول، مشاكل تبول، الحاح في البول، عدم احساس او احساس بعدم التفريغ الكامل للبول، هذه ايضا من ضمن اعراض القولون. ترى طبعا الاعراض هذه تحصل بسبب انه لما يمشي الله يكرمك الفضلات في الامعاء الغليظه، يصير الامعاء الغليظه انها احيانا تشنج، وهذا احيانا يصير بسبب حتى الحالات النفسيه والغضب الى اخره. اوكي، التشنج هذا اما انه يحبس البراز اللي قبله فيبطئ حركته فيصير امساك، او انه يضغط على اللي بعده فيتحرك بشكل اسرع فيصير اسهال. اذا حنا عرفنا هنا كيف يتكون الاسهال وكيف يتكون الامساك. ادري انكم تبغون نتكلم في الحل، لكن دقيقه عشان نفهم كيف يحصل عشان نعرف كيف نحله. الغازات كيف تتكون؟ تتكون الغازات بسبب ان الواحد يدخل غازات هو في جهازه الهضمي، هذه طريقه، او انها جهازه الهضمي ينتج غازات كثيره، او انه والله لا دخل غازات ولا انتج غازات لكن الغازات لا تصرف من جهازه الهضمي. طيب كيف يدخل غازات؟ غالبا هذه تصير مع الغازات اللي تكون في المعده فوق، اللي مثلا ياكل علك، اللي يشرب غازيات، اللي يدخن، اللي يعسل، اللي يا طويل العمر يتكلم كثيرا زي يشرح المواد للطلاب الله يجزاهم خير المدرسين، اللي زعلان، اللي غضبان، اللي دائما يتكلم زعل، اللي عنده ضغوطات نفسيه، كل هذا اللي ياكل علك يدخل غازات للمعده، فهذه غالبا فسيولوجيه ليست مرضيه. اوكي، هذه مهمه. طيب الطريقه الثانيه انتاج الغازات اللي تكون هنا تحت في اخر جزء من الامعاء الغليظه، اللي هو عن طريق الطعام المتخمر. تخمر الطعام، تخمر له الريحه السيئه، الريحه السيئه عباره عن غازات، هنا مكان مغلق فاصبح انت ممكن من الاسباب انه في واحد عنده بكتيريا في الامعاء. البكتيريا طبعا تعمل تخمر وتنتج، طبعا بكتيريا ضاره تنتج الغازات. ممكن واحد عنده قله، وهذه نادره لكنها مهمه لازم يركزون عليها الاطباء، قله امتصاص للغاز. يعني الغاز يمتص من الجهاز الهضمي، اي نعم، يمتص عن طريق الدم ويذهب للرئتين. والحالات اللي يكون فيها ما يمتص بشكل جيد، يقول أطباء الباطنة بأنها ترجع لمشاكل قلب أو مشاكل كلى. دم حول الوعاء الهضمي يمتص، والدم هذا ثقيل بسبب مشكلة في القلب الأيمن أو مشاكل كبد، هذه مهمة. طبعا ومن صور هذا الموضوع الغاز، انه الواحد لما ياكل ثوم، هذه في على برا فكره كذا، لما ياكل واحد ثوم، من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مسجدنا، وفي روايه مصلانا، رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لانه لما ياكل ثوم، قال باكل بعله نعناع، ما يفيد النعناع، انت تاكل الثوم ويوصل هناك تطلع الغازات اللي فيها، امتصها الدم وتصل الى الرئتين وتطلع مع التنفس، فالرائحه مع النفس ليست من الفم، هذه يعني نقطه. طيب حنا الآن شرحنا كيف يصير الإمساك أكرمكم الله، كيف يصير الإسهال، كيف تصير الغازات، كيف تصير الآلام اللي في الهضم، وتكلمنا في أسبابها، كيف نحل المشكلة ببساطة يا حبيبي. والله ركز معي ركز معي. الحين المهمة جدا هذه، وهذه من أكثر الأسباب اللي أشوفها. الجهاز الهضمي عبارة عن ماسورة، القناة الهضمية. طيب إذا داخل الماسورة حاجة صغيرة، هل التحكم فيها سهل؟ صعب. يعني تحكم الجهاز الهضمي كيف؟ تحكم الأمعاء كيف؟ كذا تكبس الطعام عشان يمشي، هذه حركة الأمعاء، تضغط ثم يضغط اللي بعد، سبحان الله. فلما يكون صغير تخيلنا زي اصبعي كذا، اضغط ولا ما تضغط، هو بعيد، ما في ذاك التحكم. كيف اخلي الطعام كثير بحيث اني اذا ضغطت تحكمت فيه؟ ما هو تزيد كمية الطعام، لا، كمية الطعام كلها تنهرس وتنعصد. ايش الشيء اللي يخلي الطعام كذا منتفش؟ بلك يسمونه، الالياف الموجودة في وين؟ في الخضروات، عرفتوا، وفي الفواكه، عرفتوا، في بذور الشيا وبذور الكتان. إذا هذه واحد، الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب، عرفنا فائدة الألياف اللي فيها، وش تسوي لنا؟ تعطينا بلك وتعطينا إذا إفراغ للجهاز الهضمي، ما عندك مشكلة. هذه رقم واحد. التغذية دائما أهم شيء في الأنمطة الصحية للصحة، رقم واحد. أوكي، رقم اثنين، اشرب الماء بكميات جيدة. رقم اثنين ما واضحة، ما يحتاج لها شرح. ليش؟ لأنه أصلا الإمساك عبارة عن طعام أو بفضلات ليس فيها ماء، فاشرب الماء بكمية جيدة. أو رقم ثلاثة ومهمة جدا،
رغبتك الذهاب إلى الحمام، أنا قاعد كذا والله حسيت إحساس إني أبغى الله يكرمك أتبرز، يجب أن تخضع لها وتذهب إلى دورة المياه، لازم، عشان تضبط سيادتك البيولوجية. وعشان إيش؟ لأن البراز هذا كيف أنت حسيت بهذا الشيء؟ بسبب لزوجة البراز. طيب حسيت وطنشت، ما رحت، ما إحساس مؤلم، ما رحت، يقوم الجسم يسحب الماء فتفقد اللزوجة فيصبح إمساك. وين المشكلة؟ إن الإمساك هذا أو الفضلات الجافة ما تحسها أنت لا تشعر بالرغبة في البراز إلا بسبب أكرمكم الله اللزوجة. إذا فقد الماء وطلعت اللزوجة ما عاد تحس شيء فتتراكم فتدخل في إمساك. بعضهم يضطر لما يجينا في الطوارئ أنه يعمل له حقنة، أنتم أعرف يعني. رقم 4 هذا وعاءك الهضمي. شوف ببساطة هذا شفت لي هذا اللي تخيل انه مليان سمنت مثلا، اوكي، تخيل اني سويت بك كذا، يطلع ولا ما يطلع اللي فيه؟ يطلع. عندما تمشي تطلع الاشياء اللي في جهازك الهضمي. مهم جدا المشي، حتى ان من الخبراء من قال مارس رياضة ليش الجامبينج، مهمة جدا، هذه رائعة جدا لزيادة افراغ المعدة، تفكك من الارتجاع والحموضة، وتدعيم الهضم، وزيادة الحركة المعوية، بالتالي ما تحصل على لا إمساك ولا غازات بإذن الله. مهمة جدا. ورقم 5 قدر الإمكان كل في البيت، ابعد عن البكتيريا اللي تسبب غازات، وابعد عن الزيوت المهدرجة اللي تدمر العملية الهضمية ما يحتاج لها شرح هذه. في ملاحظة، إذا أنت مشكلتك أكرمكم الله إسهال، قلل من الألياف حقت الخضروات، هذه ممتازة جدا، لكن إذا في عندك إسهال بتزيد الموضوع. الرقم الثاني تجنب المحليات الصناعية زي السوربيتول، مهمة هذه. إذا مشكلتك غازات، كل الشوفان بانتظام، كل يوميا ملعقة كبيرة من بذور الكتان، وأنا أفضل أنك تطحنها. ابعد عن الأشياء الصعبة الهضم، الخضروات الصعبة زي القرنبيط، البروكلي، البصل، الثوم، ابتعد عنها. ورقم 4 أيضا ابعد عن المحليات الصناعية زي السوربيتول أيضا، لأنها تنتج غازات. ورقم 6 ومهم جدا كثير ما ينتبه له، لا تأكل بسرعة. ليه؟ لأن الهضم يبدأ من الفم، ليس فقط أسنان. الفم فيه إنزيمات هاضمة، إذا مرت بسرعة اللقمة ما طحنت بالأسنان ولا حصلت على هضمها الإنزيمي بشكل صحيح، تنزل المعدة ما عندها أسنان، تبدأ المعدة تطول وتدخل في طبعا تدخل في تلبكات. مو بهذا شغلها، أنت محملها شغل ما هو لها. مهمة جدا والله، مهمة يا أخوان. ورقم 7 تجنب المشروبات الغازية، ما يحتاج يعني شرح. ورقم 8 قهوة وشاهي 2 3 مرات في اليوم، لا تزود. الفواكه. رقم 9 الفواكه كل حصتين في اليوم، لا تأكل يعني أكثر من ذلك. ما أرى أنك تكثر أكثر من حصتين، هذا مهم جدا إذا كنت تعاني من مشاكل قولون. وأخيرا وصية مهمة جدا، اعمل تسجيل ما يسمى بالبوكينج، بمعنى فيه أطعمة تسوي لك غازات أنا ما أعرفها يا دكتور. ربما تكون الأشياء اللي فيها سكر الفواكه، ربما التمر، الفواكه، بروكلي، ربما لا القمح ومنتجاته، ربما الألبان ومنتجاتها، ربما الحبوب والفول والأشياء. أنا يا طبيب ما أعرف وش هي. دورك هنا إنه تعمل تسجيل. والله اليوم بتعشى، بسم الله، إيش في العشاء اكتبها في ورقة. ترى بعض الناس يفكر هذه قضية عادية وسهلة، بالعكس من أفضل الطرق. اكتبها وكل. تعشيت اليوم ما صار شيء، خلاص معناته القائمة هذه ما فيها شيء يسوي لي المشكلة. وهكذا إذا وجدت في اليوم أنك تعشيت صار مشكلة، معناته في واحد هنا متهم. إيش المتهم؟ طلعها حبة حبة لين تعرف وش هو، فتقلل منه. إذا كان جدا جدا سيء لك تتجنبه. الأمر ببساطة. إذا باختصار، موية، خضروات قبل الوجبات، كل الفواكه أيضا، الرياضة والمشي، ضبط مزاجك وابعد من الضغوطات النفسية، كل الأكل الصحي وسوه في البيت. مهم جدا إذا شعرت بالله يكرمك الرغبة في الحمام تروح. أسأل الله يوفقنا وإياكم. ادعوا لنا، يسر الله أمورنا وأموركم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول القول النافع ويتبع أحسنه يا رب العالمين. ودعناكم الله.